السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا دلوقتي هنتكلم على أسهم اللي هم نازلين في توصية رامبل التابعة لمنصة ساندر بتاريخ 13/2/2024، بتاريخ 13 فبراير 2024 اللي هو تاريخ اليوم. طبعا التوصية نازلة بخصوص سهم ابن سينا فارما للأدوية. كاتبين ان حدود السعرية للشراء من 3 جنيه 53 قرش الى 3 جنيه 75 قرش. السعر المستهدف اللي هو القمة اللي هو مستهدفها السعر ان شاء الله 6 جنيه بنسبة عائد 65%. طبعا نسبة العائد 65% نسبة محترمة جدا وعالية. وقف الخسائر هيبقى الحد الأدنى اللي هو لو السعر وصله خلاص نخرج من السهم 3 جنيه و12 قرش بنسبة 13%. طبعا ممكن حد يقول ان نسبة المخاطرة عالية، بس لا، هي خالص مش عالية نهائي بالنسبة للأرباح المستهدفة اللي هي نسبة 65%. طبعا حاجة إضافية ان القطاع الطبي والقطاع العقاري هم القطاعات اللي دلوقتي حاليا الميكر اللي هو صانع السوق بدأوا يخشوا فيها ويخرجوا من الأسهم التانية بسبب انخفاض القيمة، قيمة الدولار. خاصة الأسهم التصديرية اللي هي كانت بتدخل عملة صعبة، اللي هي في البتروكيميكالز زي الكيما وزي أبو قير وزي موبيكو. طبعا الاسهم ديت اسهم قويه وما زالت قويه، بس هي الان في فتره في مرحله تصحيح السعر. طبعا الاسهم المتصدره دلوقتي هي الاسهم الطبيه والقطاع الطبي والقطاع المقاولات والعقاري. فطبعا السهم ابن سينا فارما من الاسهم القويه جدا في القطاع الادويه. فيا جماعة نركز على الأسهم ديت. السهم دوت عامل إغلاق ب3 جنيه 81 قرش، يعني هو بالفعل ارتفع وعمل تحقيق ربح عن السعر اللي هم كاتبينه اللي هو 3 جنيه 75 قرش. دلوقتي هو عامل إغلاق 3 جنيه 81 قرش، وصعد أعلى صعود ليه في نهاية جلسة 13 فبراير 2024 4 جنيه وقرشين. طبعا السهم ان هو مستهدف في مستهدفات عالية جدا، ونركز على السهم ده. تاني سهم من اسهم توصية منصة ساندر لتداول الاوراق اللي هم التابعة لمنصة رامبل، سهم المصرية للمنتجعات السياحية اللي هو EGTS. طبعا السهم دوت حدود الشراء بتاعه هم كاتبين 4 جنيه و80 قرش إلى 5 جنيه ونص. السعر المستهدف 8 ونص، العائد المستهدف 65%، وقف الخسائر 14%. هما طبعا انا دخلت على الايميل على اللي انا مشترك فيه. طبعا هما مش كاتبين السعر، هما كاتبين النسبة. السعر 4 جنيه و30 قرش. 4 جنيه و30 قرش هي نسبة وقف الخسائر أو السعر وقف الخسائر، اللي لو نزل أكتر من 4 جنيه و30 قرش نعمل وقف للخسائر، نخرج من السهم. طبعا النسبة برضو ممكن حد ينظر لها ان هي عالية والمخاطرة عالية، بس هنفضل نقول ان العائد المستهدف كبير. يعني مثلا انت مستهدف 65%، انت لو خرجت بنسبة 40% ربح وما حبيتش مثلا تاخد ال25% التانيين، او خرجت بنسبة 50% ربح كمخاطر، انت ما حبيتش توصل لأقصى ربح، او ما حبيتش تغامر لأقصى صعود للسهم واكتفيت بالربح المحقق، فانت هتاخد في حدود من 40% ل50% زيادة عن رأس المال. طبعا دي نسبة محترمة جدا ونسبة عالية جدا، فنسبة المخاطرة مقارنة بيها نسبة صغيرة. طبعا السهم دوت سهم تبع القطاع العقاري. زي ما قلت لكم من شوية، القطاع العقاري والقطاع الطبي هما القطاعات المسيطرة على اللي هي فيها صعود الفترة الحالية بسبب انخفاض قيمة الدولار، وبسبب ان هما في تخوفات من البنك المركزي ان هو يعوم الجنيه. فالقطاع اللي كان فيه استقرار شوية هو القطاع الطبي والقطاع العقاري والقطاع المقاولات، خاصة ان هم ما كانش واخدين حظهم في سنة 2023 من الزيادة والارتفاع.
طبعا انا عايز اقول لكم ان الايميلات ديت طبعا غلط نشرها، بس انا قلت افيد اخواتي والناس جميعا وكلنا نستفيد. طبعا التوصيات ديت يا جماعة مش هتكون موجودة بصفة مستديمة. انا على يوم الخميس او الجمعة هحذف الايميل دوت او هحذف الفيديو دوت، لان هو توصية بالشراء، وطبعا آه، ده مخالف للقواعد. فأرجو من الجميع الاستفادة وانشروا المعلومة يعني على قد ما تقدروا، وإن شاء الله تابعوني على القناة ديت، وهيكون في أسهم جديدة هتنزل إن شاء الله. ومتشكر جدا.